اهلا وسهلا بكم، معاكم مهندس احمد صلاح، والنهارده هنتعلم تركايه مع بعض مهمه جدا في برنامج ريفت. بس قبل ما نتعلمها اعمل لايك وفولو عشان انا كل يوم بنزل محتوى خاص بالهندسه المعماريه والهندسه المدنيه. انا النهارده كنت عايز اعمل وول تايب ليجند، واللي ما يعرفش ايه هي الوول تايب ليجند، هي ليجند بتكون موجوده غالبا في الجنرال ارينجمنت او في البلانات، بتوضح التاج بتاعه الحيطه وكمان توصيف الحيطه وشكل الحيطه في المشروع بيكون عامل ازاي. طب انا كتبت التاج بتاع الحيطه وكتبت الديسكريبشن بتاع كل حيطه عندي. طيب علشان اعمل شكل الحيطه اللي عندي في المشروع هاجي اعمل ريجن وريكتانجل، وهدور على الهاتش بتاعي اللي بيناسب شكل الحيطه. طبعا الكلام ده غلط جدا وده مش اصح حاجه. طيب ازاي اعمل كومبوننت يكورسبوند للحاجات اللي معايا في المشروع؟ طيب هاجي عند كومبوننت ليجند كومبوننت، هاجي هنا اقدر ان انا ادور على الفاميلي اللي انا عاوزها، بس انا بستخدم طريقه تانية مختصره عشان ادور على الفاميلي اللي انا عاوزها بالكتابه. باجي بحط اي فاميلي عندي هنا، بعد كده بدوس على الفاميلي، باجي هنا في السيرش ايدنتيتي داتا تحتيها كومبوننت تايب، ده بقدر اسيرش فيه. على عكس هنا ما بقدرش اعمل سيرش هنا خالص، بقدر اعمل سيرش في الحتة دي. هاجي هنا والله هكتب 2 2 5، هيطلع لي عندي الحيطة اللي انا عايزها. هقول له والله الحيطة دي انا مش عاوزها سيكشن، انا عاوزها فلور بلان، هتجيلي بالشكل ده، وعاوزها الهوست لينس بتاعها هيكون 1.5 متر مثلا او 1.3 متر مثلا. وبكده انا عندي الكومبوننت الليجند كومبوننت ده بيرسبوند او بيكورسبوند للحاجه اللي عندي في المشروع. بقدر ان انا اخده كوبي واكرر معاه نفس العمليه بالظبط. اقدر اتحكم في طوله وفي الاورينتيشن بتاعه عن طريق الفيو وعن طريق الهوست لينس بتاعه، وهو بينزل زي ما هو موجود في المشروع.